السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله النهاردة كده مع بعض هنعمل الكنافة السادة باحترافية زي المحلات وأحسن كمان، من غير ما تغلفي الكنافة بالسمنة. هتطلعي أحلى صينية كنافة، كل اللي هيدوها من إيدك مش هيصدق إن أنت عاملاها في البيت. هنشوف كده هنعملها مع بعض إزاي، وإزاي تعملي الشربات المظبوط. لو أنت عايزاها مقرمشة هقولك تعملي إيه، لو أنت عايزاها برضو طرية أقولك تعملي إيه في الشربات بالظبط. شايفين شكل الكنافة؟ أعتقد مفيش بقى أحلى ولا أجمل من كده. نبدأ كده على طول ونشوف هنعملها مع بعض إزاي، بس يا ريت قبل ما نبدأ ادعميني كده بلايك حلو منك. اول حاجه هنبدا بيها هي الشربات هنا معايا كوبايتين من السكر. معيار الكوبايه اللي انا بستخدمها دايما 250 مللتر بالنسبه للسوائل. هضيف كده معايا كوبايتين من السكر وعليهم كوبايتين من الميه. ممكن حد يقول لي الشربات هنا خفيف يا دعاء، الشربات مش خفيف ولا اي حاجه، لان انا بحمر الكنافه، بحب كده الطبقه تبقى فيها مقرمشه. تمام. فلو انا عملت الشربات تقيل مش هتشربه، وهتبقى ناشفه ومش حلوه خالص. بعد ما ضفت كده معايا الميه والسكر، ضفت كده معايا عصير نص ليمونه، وهبدا اقلب. ولما تقلبي من المنتصف بس، عشان السكر ما يجيش على الجناب ويسكر معاك الشربات بتاعك. فبنقلب كويس جدا بحيث السكر يدوب معانا الى حد ما يعني. وبعد كده هضيف ليه معلقه كبيره من عسل الجلوكوز، وده لو متوفر عندك. مش متوفر عندك استغني عنها، مفيش اي مشكله خالص. هنرفع بقى الشربات على النار يغلي بس لمده 10 دقائق. بعد 10 دقائق بنبدا ننزله من على النار ونضيف الفانيليا. انا ما بحبش اضيفها كده من البدايه عشان طبعا بتمرر معانا، فبضيفها كده في الاخر بعد ما بنزل الشربات من على النار. قلبتها زي ما انتم شايفين كده، ونحطها كده معانا في دورق ونسيب الشربات ده لما يبرد معانا تماما. وفي المرحله دي هنبدا بقى نجهز الكنافه بتاعتنا. طلعت الكنافه بتاعتي من الفريزر. طبعا الكنافه بتاعتنا لازم تبقى مجمده، او على الاقل تبقى ناشفه. ازاي يعني؟ انت لو لسه جايباها طريه حطيها كده على صينيه وفرطيها بحيث تنشف معاكي. ليه؟ عشان تقدري تفتتيها معاكي. لكن لو طريه هتاخد معاكي وقت على ما طبعا تفتتيها بالشكل اللي هتشوفيه معايا ده. طبعا هي بتلجها بتبدا تتفتت معاكي سهل جدا. وطبعا الخطوه دي ممكن نعملها في الكبه، تفرمي كده الكنافه معاكي في الكبه تطلع معاكي ناعمه وحلوه قوي قوي. بس برضو لازم تكون ناشفه، لو طريه مش هينفع ان انت تفرميها في الكبه. فانا هفتت الكنافه معايا بالشكل ده. وبعد كده هجهز كده السكر البودره. نص كيلو الكنافه بياخد معانا معلقتين كبار من السكر البودره. فايده السكر البودره هنا اولا بيدي لون حلو قوي للكنافه بتاعتنا، وبيخلي الكنافه كمان متماسكه معاكي. فببدا اغلف الكنافه معايا بالشكل ده. طبعا نقلتها في طبق كبير، لان طبعا الطبق اللي كنت بعمل فيه اللي هو الخشبي ده كان ضيق. فببدا بقى كده اغلفها كده بالسكر. واي قطع او كتل كده هتلاقيها معاكي في الكنافه طبعا اتخلصي منها على طول، عشان شكل الكنافه بتاعتك تبقى حلوه زي اللي بتجيبها من بره. لو سبتي الكتل الصغيره دي بعد ما تستوي صينيه الكنافه هتيجي تقلبيها تلاقيها كده متكتله وشكلها مش حلو خالص. هنجهز بقى الصينيه بتاعتنا. طبعا حجم الصينيه ده يرجع ليكي على حسب ما انت عايزه. لو عايزه سمكها تخين هتعملي صينيه مثلا مقاس 26. لو عايزه السمك رفيع زي اللي انا عاملاه كده يبقى مقاس 30. حطيت كده معلقه كبيره من السمنه او معلقتين من السمنه، وببدا ادهن الصينيه بتاعتي. والخطوه دي ممكن نستغنى عنها، يعني ممكن نرص الكنافه بتاعتنا على طول. طبعا انا كنت منزله صينيه الكنافه دي السنه اللي فاتت بنفس الطريقه، انا ما بغيرش طريقتي خالص. وما كنتش دهن الصينيه، لكن دهنتها السنه دي عشان في ناس كتيره جدا كانت مقلقه ازاي ان احنا نحط الكنافه من غير ما ندهن الصينيه. اكيد هتلزق مننا في الصينيه والكلام ده كله. طبعا هي لا هتلزق ولا هيجرى لها اي حاجه، لان انا بعد ما بحط الكنافه بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده ببدا اوزع السمنه كلها على الصينيه، وخصوصا الاطراف. فالسمنه بتنزل لتحت والصينيه ولا بيلزق فيها الكنافه ولا بيجرى لها اي حاجه. بس انا رضيت كل الاطراف وعملتها لكم السنه دي بان انا دهنت الصينيه. طيب ليه بقى ما بنغلفش الكنافه بتاعتنا بالسمنه؟ لان انت لما بتغلفي الكنافه بالسمنه بتبدا تكتل معاكي، فبتيجي توزعيها ما بتتوزعش زي اللي انت بتعمليها اللي هي من غير سمنه خالص. هتلاحظوا هنا معايا ان الكنافه بتتوزع معايا سهل جدا، لان طبعا هي مش مكتله، فبوزعها بطريقه سهله جدا. وكمان لما باجي اكبسها بتتكبس معايا سهل. فهوريكم دلوقتي احنا هنعمل ايه بالظبط. بنحط كميه الكنافه بتاعتنا كلها زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا النهارده هعملها ساده. طب لو انا عايز اعملها بالمكسرات او عايز اعملها بالكريمه، طبعا السنه اللي فاتت انا عملتها لكم بالكريمه، هي نفس الطريقه بالظبط. هتحطي نص كميه الكنافه بتاعتك، وبعد كده تحطي طبقه الكريمه تستناها لما تبرد بحيث تكون متماسكه. بعد كده هنوزع الكنافه فوق الكريمه. بس طبعا وانت بتحطيها بالراحه، بترشيها كده بس كده الكنافه بتاعتك. تمام. وتبداي تبططي بايديك، ما ينفعش طبعا نضغط زي اللي احنا بنعملها ساده. طبعا الساده بتعملي بقلب جامد بقى مفيش مشكله خالص، وبتضغطي كمان بصينيه ما عندكيش اي مشكله خالص. لكن اللي بالكريمه بتبداي بقى كده يا دوب بايديكي كده تبططي، واهم حاجه تداري الكريمه بتاعتك. طب لو انا هعملها بالمكسرات برضو نفس الطريقه، هتعمليها بالمكسرات عادي جدا. تجهزي المكسرات بتاعتك وتبداي تفرميها، وتحطي كده عليها معلقتين من الشربات اللي انت عاملاه، بس يستحسن يكون شربات تقيل ما يكونش خفيف زي اللي احنا عملناه ده. وتغلفي كده المكسرات بتاعتك، وبرضو هتحطيها في النص وفوقها الكنافه، وبرضو هتضغطي عادي جدا بالصينيه زي ما انا ضغطت كده. انا هنا بضغطها بصينيه. طبعا هتلاحظوا ان انا ضغطتها بصينيه بايركس. طب لو انا ما عنديش صينيه بايركس مفيش مشكله، هتعمليها بصينيه المونيا بس تحطي كيس تحتها، لان طبعا الالمونيا ممكن تطلع على الاكل.
كده خلاص الصينيه بتاعتنا جاهزه، كبسناها كويس جدا ما شاء الله، بقت حلوه قوي قوي. هنبدا بقى نوزع السمنه بتاعتنا. هنوزع السمنه ازاي؟ بنيجي كده الاول من الاطراف، واهم حاجه تغطي الكنافه بتاعتك كلها. هتلاحظوا كده ان الكنافه كلها اتغطت معانا ما شاء الله، وهتتغلف كلها بالسمنه، غير لما تقعدي ان انت كده تغلفيها بالسمنه بايديكي. فما شاء الله الطريقه دي سهله جدا، مش هتاخد معاك اي وقت خالص. عايزه اقول لكم لولا التصوير والله دقيقتين 3 بكون مخلصاها. يعني زي ما شفتوا كده معايا، بنفتتها بايدينا ونكبس الصينيه بتاعتنا، وبعد كده بوزع السمنه كده على الوش وادخلها الفرن على درجه حراره 180. فانا كده خلاص بوزع السمنه بتاعتي كلها. طبعا نص كيلو الكنافه بياخد معانا كوبايه من السمنه. الكوبايه اللي انا استخدمتها معاكم في البدايه اللي هي معيارها 250 مللي. انا الصينيه دي على فكره للعلم بس بالشيء، انا حطيت كيلو الا ربع من الكنافه، فحطيت السمنه معايا كوبايه ونص. فطبعا على حسب الكميه اللي انت عايزه تعمليها. تمام. كده خلاص انا وزعت السمنه بتاعتي كده تمام معايا. هندخلها الفرن على درجه حراره 180. اول ما تاخد معاك لون من الاطراف بتبداي تفتحي عليها الشوايه، وكده الكنافه بتكون جاهزه معاكي تمام. وده كده بيكون شكلها، شايفين الجمال الله اكبر، ومتحمره واخده لون حلو جدا، لون ذهبي زي ما انتم شايفين كده. طبعا وهي سخنه على طول والشربات بارد، بنبدا نسقيها كده بالشربات البارد. طبعا لو انتوا عايزينها بقى طريه، تبداوا تغطوا الصينيه بعد ما تسقوها كده بالشربات، تغطوها وتسيبوها شويه هتلاقيها طريت معاكم. انا بالنسبه لي عامله الشربات خفيف زي ما قلت لكم في البدايه، لان انا بدي لها لون ذهبي كده من تحت، عشان كده يبقى فيها سنه قرمشه، ومن جوه بتبقى طريه وحلوه جدا. فانا بحط لها كده الشربات يكون خفيف شويه، وهتشوفوها دلوقتي معايا متماسكه وحلوه جدا جدا. طبعا سبتها لما بردت عشان اقلبها معاكم، عشان برضو تطلع معايا قطع كده متماسكه وشكلها حلو في التقديم. بحط لها كده طبق وابدا اقلبها، واشوف دلوقتي شكلها معايا عامل ازاي. ما شاء الله دي احلى صينيه كنافه بجد، ممكن تجربوها. طعمها حلو قوي قوي. عايزه اقول لكم والله اصحابي كانوا عندي ودوقوها، قالوا لي يعني احسن من الجاهزه كمان مليون مره. مفيش بقى احلى من كده. ان شاء الله لما تجربوها انا متاكده هتعجبكم جدا. حابين بقى تزينوا كده على الوش كده برشه مكسرات براحتكم خالص، او تسيبوها زي ما هي كده مفيش اي مشكله. انا حطيت كده شويه لوز كده معايا على الوش، كسرتهم حتى بايديا، مش بالهون ولا باي حاجه ولا حتى في المطحنه. بالسكينه كده بدات كده اكسر اللوز وزينت بيه الوش. شايفين شكل الكنافه عامله ازاي؟ ايه رايكم بقى في الجمال والحلاوه دي؟ اتمنى فعلا تجربوها وتقولي رايكم في الكومنتات، يهمني جدا. اسفه طبعا جدا ان انا طولت عليكم النهارده كده في الفيديو، بس حبيت اقول كل التكات وكل الاسرار اللي انت ممكن تساليني عليها. ان الشربات يبقى عامل ازاي، ان انا لو حبيت اعملها بالكريمه، حبيت اعملها بالمكسرات، طب ليه ما بنغلفش الكنافه بالسمنه. كل حاجه انت عايزه تسالي فيها انا جاوبتك عليها في الفيديو ده، عشان تطلعي كنافه باحترافيه زي المحلات واحسن كمان. كده خلاص انا زينتها معايا، نبدا بقى كده نطلع منها قطعه وتشوفوا شكل الكنافه عامله ازاي. ما شاء الله عايزه اقول لكم بجد تحفه، طعمها حلو قوي قوي. ان شاء الله جربوها وتقولوا رايكم في الكومنتات. اتمنى بقى لو وصلتوا للمرحله دي اثبتوا حضوركم كده بالصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعموا الفيديو كده باللايك والشير عشان الوصفه بتاعتنا توصل لكل الناس. اكون شاكره ليكم جدا جدا. وده كده شكل الكنافه بتاعتنا، اعتقد بقى مفيش احلى ولا اجمل من كده. بكده فيديو النهارده يكون خلص، اتمنى يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. يا ريت طبعا لو عجبكم دعموا باللايك والشير، واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفه جديده ومع الف سلامه.